حشرة ممكن تكون سبب وفاتك لو اكلت اي نوع لحوم، وهتخليك نباتي للابد غصب عنك، لانك لاخر يوم في حياتك مش هتقدر تاكل لحمة. ايه بقى الحشرة دي وايه الموضوع ده؟ تعال اقولك. اليغموش الامريكي او الاسم الشائع ليه قراد الشلل، والقراد ده قرصته ممكن تتسبب في وفاتك لو قربت لاي نوع من انواع اللحوم، وممكن تلاقيه في اللحوم نفسها اصلا. عشان كده لازم تتاكد ان اللحمه نظيفه قبل ما تلمسها او تطبخها. البشر في العموم مش بيتاثر بقرصات الكائنات الصغيره اللي زي القراد، لان ضرر اي كائن في العموم بيختلف من حجم الكائن. يعني مثلا لو عقرب صغير قرصك هتتوجع كام ساعه وهتبقى سليم بعد كده. وبقول لك الموضوع عن تجربه، انا اتقرصت من عقرب قبل كده، بس على حظي كان عقرب صغير واخدت المصل بعديها بساعتين. لو كان عقرب كبير بقى ما كنتش هعيش نص ساعه على بعض اساسا، بس عشان كان صغير فجسمي استحمل السم. والقاعده دي نفسها بتمشي على اغلب الحشرات حتى لو الحشره سامه. ومن الحشرات دي زي ما قلنا القراد. ما اعتقدش ان انت سمعت قبل كده عن حد توفى من قرصة قراد. النهارده جاي اثبت لك عكس ده، ومش بخوفك بس عشان تاخد بالك. وقراد الشلل نوع صغير من القراد لونه بني مايل للاحمر. وجايب لك خبر كويس نوعا ما، ان القراد ده اغلب الاماكن اللي موجود فيها اوروبا، وبالتحديد في استراليا وامريكا. بس ما قلتش مش موجود عندنا، موجود بس مش زي موجود عندهم. وعلى حظك ممكن يكون حد جايلك من بره او تعدي من جنب سايح ويكون مثلا هدومه او شنطه فيها القراد ده، وعلى حظك تتقرص. احب اقول لك ان انت مش هتحس اي حاجه غير لما الاعراض تبدا. حتى القرصه نفسها مش هتحس بيها. ومفعول القرصه بيكون كالتالي: اول ما يكون في لحمه قدامك او بعد ما تاكلها بشويه هتلاقي جلدك فيه بقع حمراء كتير جدا، والبقع دي هتكون في اغلب جسمك، وهتحس ان انت عايز تهرش جدا. ومن كتر الهرش اللي هتهرشه في الاغلب هتعور نفسك. كل ده عادي، هتحط كريمات والموضوع هيعدي. اللي صعب فعلا بقى في الحساسيه اللي بيسببها القراد ده، انه بيسبب اختناق مؤقت في القصبه الهوائيه وصعوبه في التنفس كمان. وفي ناس اول ما بيحصل لها الاعراض دي مش بتستحمل، وبتبقى دي نهايتها للاسف. ولو حظك حلو وجسمك بيستحمل الاعراض دي هتعيش طول عمرك مش طايق تشوف اللحمه، وحتى لو شميت ريحتها من غير ما تشوفها هتتعب. وبكده هتبقى نباتي غصب عنك مدى الحياه، لانك هتبقى كرهت اللحوم غصب عنك. طب ليه بيحصل كل ده وبيحصل ازاي؟ بص يا سيدي، لدغه القراد ده بينزل ماده شبه السم شويه، والماده دي بتكون متكونه من كربوهيدرات وبروتينات نفس اللي في اللحمه. والمعلوماتك عموما اي سم لازم يكون فيه بروتين، والمواد اللي في سم القراد ده في الاغلب معدتك بتقدر تهضمها، لان هي شبه اللي في اللحمه. المشكله مش هنا. لما بتتقرص الكربوهيدرات والبروتينات دي بتدخل في مجرى دمك، مش بتروح على بطنك، وده مش مكانها. فالاجسام المضاده اللي في جسمك بتحاول تحميك من الحاجه اللي بالنسبه لها غريبه، لان ده زي ما قلت لك مش مكانها. والاجسام المضاده بتهاجم الكربوهيدرات والبروتينات دي، وبعد كده اول ما بتاكل لحمه وتبدا تهضمها بتكون الاجسام المضاده مستعده ان هي تهاجم المواد دي من تاني. لان طالما جسمك عرف ان في حاجه معينه لما بتخش جسمك الحاجه دي بتضره، كل ما الحاجه دي هتدخل جسمك الاجسام المضاده هتحاربها تاني. وده اللي بيحصل في الاغلب. في اغلب التطعيمات بيدوك نسخه خامله من المرض او من العدوى اللي انت بتطعم منها، عشان الاجسام المضاده تبقى عارفه لما تدخل تاني او لما تجيلك بجد تعرف تتصرف معاها ازاي. وبكده هيبقى عندك غصب عنك حساسيه من كل انواع اللحوم، لان كل ما هتاكلها، وفي ناس كل ما بتشمها الموضوع ده بيشتغل معاها. ده لو قرصك القراد اللي قلت لك عليه. وفي حالات وصلت ان هي مجرد لما بتشوف اللحمه بس، يعني حتى لا شمتها ولا دقتها، بيبدا يظهر عليهم الاعراض دي، لان الجسم عارف ان ده سبب من اسباب الخطر عليك. فلما عينك بتشوفها المخ تلقائي بيدي اشارات للجسم، والاجسام المضاده اللي في جسمك بتبدا تستعد ان هي تهاجم البروتينات والكربوهيدرات اللي في السم اللي دخل جسمك. واوقات كمان بتبدا ان هي تهاجم قبل ما تاكل او تشم حتى او يحصل اي حاجه، لمجرد ان انت شفت اللحمه بس، لانه اوريدي البروتينات والكرب ده موجود في جسمك بس خامل، وبينشط تاني لما بتاكل لحمه. ومن الاعراض النادره اللي بتحصل بسبب القرصه دي ان بيظهر جزء وارم كبير جدا بتكون مساحته 15 سنتيمتر تقريبا. وبالنسبه لقرصه قراد تقريبا ما بيتشافش بالعين، فدي مساحه كبيره جدا وبتكون بارزه عن الجلد بشكل اي حد ممكن يلاحظه. كل دي اخبار وحشه. بس في خبر كويس نوعا ما، ان الحساسيه دي مش بتاثر في اغلب الناس، خصوصا في البلاد اللي فيها قرود. طبعا انت مش فاهم اشمعنى دلوقتي، لان انت لو في بلد ينفع القرود تعيش فيها والجو بتاعها مثالي لان القرود تعيش وتعمل عيله وتعيش زي كأنها في الغابه بالظبط، ده بشكل كبير هيخليك تقاوم القراد ده حتى لو قرصك. وهشرح لك ليه. اللحوم بيكون فيها ماده اسمها الفا جال، والماده دي موجوده في لحوم كل الثدييات الا القرود بس. وهو الكائن الوحيد اللي يقدر يستحمل القراد ده عادي جدا لو اتقرص كل يوم لمده 500 سنه. نفس القرد عادي جدا مش هيحصل له اي حاجه. والغريب برضو ان القراد ده في الاغلب بيستهدف القرود، وفي الاغلب برضو القرود بتاكل القراد ده نفسه، لان القرود بينضفوا بعض، بيقعدوا يفلوا بعض، ولو مثلا قرد فلة التاني بالحشره اللي بتطلع بياكلها مش بتترمي. ده بروتين خام
مش هيرميه. فانت متخيل لو انت قرد وبتروح جيم وبتفلي صحابك، يا نهار عضلات. طب ليه بقى قلت ان البلاد اللي ينفع القرود تعيش فيها، البشر اللي في البلاد دي الى حد ما يقدر يستحمل قرصة القراد ده، لان العلماء اكتشفوا ان ردود افعال اجسامنا كبني ادمين مشابهة الى حد ما ردود افعال اجسام القرود، طبعا في الجزئية بتاعت الامراض وقرص الحشرات بس. ففي الاغلب لو انت في بيئة تقدر القرود تعيش فيها، ففي الاغلب جسمك هيستحمل اي حاجة هتحصل من القراد ده. حتى لو حصل واتقرصت وبدأ يظهر عليك اعراض، في الاغلب هتعدي منها عادي جدا وهتتعب فتره صغيره. قول لي بقى لو بتاكل لحمه اساسا ولا انت نباتي، وانا كل ده عمال اتكلم في ولا حاجه. قول لي بقى في الكومنتات، وما تنساش اللايك وتشترك وتفعل الجرس وتسيب لي رايك تحت في الكومنتات تاني. وبس يا زميلي، سلام.